شو هو الفرق بين اضطراب التواصل الاجتماعي، اضطراب طيف التوحد، التأخر اللغوي؟ لما بدنا نقول اضطراب التواصل الاجتماعي أو اضطراب طيف التوحد لازم نعرف إنه الأعراض مشتركة فيما بينها، ولكن في عنا اختلافات بسيطة رح أشرحها بهذا الفيديو. أول شيء اضطراب طيف التوحد هو عجز ثابت بالتواصل والتفاعل وسلوكيات نمطية مكررة. لما بقول عجز ثابت بالتواصل والتفاعل يعني هذا الطفل ما له قادر يطلب الأشياء اللي بده إياها من الآخرين، ما له قادر يطلع بعيون الآخرين، بيحاول قدر الإمكان يكون استقلالي، ياخذ الأشياء اللي بده إياها، لا أنا أتواصل معكم ولا أنتم تتواصلوا معي. بيحاول قدر الإمكان إنه هو ما يتواصل مع حدا، ما يتفاعل مع حدا. حتى هذا الموضوع بيكون مؤثر على تفاعله مع الآخرين، يعني إذا بده يلعب مثلا ما بيتفاعل بالألعاب، ما في أي تفاعل، بالعكس بيحاول يلعب لوحده بالطريقة اللي هو بده إياها، ما في تشارك بالألعاب مع الآخرين، ما في تبادل للأدوار، ما في قواعد اجتماعية هو بيقدر يطبقها. خلص هو ما بيقدر لا يتفاعل ولا يعرف القوانين الاجتماعية ولا حتى يتواصل مع الآخرين، وبيكون عنده نظرة عين ضعيفة. أما النقطة الثانية اللي هي الاهتمامات النمطية المكررة، طفل طيف التوحد بده يكون عنده سلوكيات نمطية مكررة. هي السلوكيات قد تكون بجسمه، اوكي، قد تكون بحركات بعيونه، قد تكون بطريقه لعب معينه، قد تكون بانه هو بده يتبع روتين بنفس الطريقه، بده يحكي نفس القصه، بده يقول نفس الجمله. في عنده اشياء مكرره، قد تكون اهتمامات او حركات جسم او مثلا حركات بالعاب معينه او روتين معين. مو بس والله طفل طيف التوحد عم بيرفرف، هو اسمه اضطراب طيف التوحد. يعني كل طفل بياخذ اعراض مختلفه عن الطفل الثاني، هو طيف، كل واحد بتكون اعراضه مختلفه. فممكن طفل طيف توحد عم يدور وعم بصف الالعاب وعم يلعب باطارات السيارات، لا، كل طفل له مثل ما حكينا نقاط معينه تختلف بالشده. طيب هذا الموضوع اللي هو اضطراب طيف التوحد مثل ما حكينا عنا صعوبات بالتواصل والتفاعل وعنا اهتمامات نمطية مكررة. أما اضطراب التواصل الاجتماعي فهو نحن بس عنا عجز بالتواصل والتفاعل، بس ما عنا أبدا أي سلوكيات نمطية مكررة. لهيك هذا الطفل بياخد تشخيص اللي اسمه اضطراب التواصل الاجتماعي، لأنه مشكلته بتكون بالتواصل والتفاعل مع الآخرين، باستخدام اللغة، باستخدام المشاعر، بعدم القدرة على توظيف الكلام من مكان لآخر، بعدم القدرة على أنه الطفل يمشي بحوار معين، بس ما بيكون عنده أي اهتمامات نمطية أو مكررة. لهيك بيكون اخذ الفئه الف من اعراض اضطراب طيف التوحد، فبتشخص باضطراب التواصل الاجتماعي. ونفس الطريقه بنعامل فيها الاطفال، يعني اسلوب العلاج واحد على فكره، اذا كان فرط حركه ولا اضطراب تواصل ولا اضطراب طيف التوحد ولا اضطراب نمائي ولا تاخر بالتطور، كل طفل العلاج السلوكي له واحد بناء على السلوك الظاهر، بغض النظر انا شو تشخيص الطفل. تمام، نحن كاخصائيين سلوك بيكون العلاج فردي بناء على حاله كل طفل بغض النظر عن تشخيصه. ولكن في اضطرابات بتحتاج لخدمات مساندة، يعني بعض الأطفال بيحتاجوا علاج طبيعي، بعضهم وظيفي، بعضهم خدمات نطق، بعضهم بس سلوك. تمام، فكل طفل له نظام معين لازم نشوف شو بيحتاج. أما التأخر اللغوي ببساطة إنه الطفل بيتواصل وبيتفاعل. طفل التأخر اللغوي ما عنده أي مشكلة بالتواصل والتفاعل، بس عنده مشكلة باللغة، يعني هو مثلا متأخر بنمو اللغة عنده، متأخر باستيعابها وإنتاجها فقط. فهذا الطفل بتكون التعامل معه كتير بسيط وسريع. فأنا مثلا بمجرد ما أنا طفل التأخر اللغوي اشتغل معه بالاساسيات، اعطيه المفردات الاساسيه، اعطيه الافعال، هو لحاله حيعمم هذا الشيء وحيوصفه ببيئته المحيطه ورح يحكي ورح يتواصل. اما طفل طيف التوحد لا، بيكون عنده بطء بانتاج اللغه، بتوظيف اللغه، وبيكون عنده مشكله بالتواصل. طفل التاخر اللغوي على فكره ممكن حتى لو ما حكى يأشر لك، يحاول يوصف لك صوره كامله، يحاول يوصف لك الحدث بالاشاره، ما بيكون عنده اي مشكله بالتواصل والتفاعل. بيحكي مع الاولاد، بيحاول يمرق حاله، بيلعب معهم، بيتواصل معهم، ما بيكون عنده اي اهتمامات نمطيه مكرره ابدا. وبمجرد ما تعلميه بيتعلم. يعني كثير في اطفال تاخر لغوي بتحطيهم بروضه بيمشوا، ولكن اطفال طيف التوحد لا، اطفال اضطراب التواصل الاجتماعي لا، اطفال اضطرابات نمائيه لا، ما بتتعلم اللغه بسرعه، بدك تعلميها اللغه بشكل متدرج، بدك تعلميها الكلمات، بعدين توصفي هي الكلمات بالواقع وتضلي عم تخلي الطفل يسميها، بعدين تعلميها الافعال، بعدين توصفي الافعال بالواقع وباللعب، وبدك توصفي هي الاشياء اللي بيتعلمها الطفل باكثر من مكان. اطفال طيف التوحد واضطرابات التواصل، حتى اطفال الاضطرابات النمائيه عندهم مشكله بتعميم اللغه، بتعميم المهارات. يعني اذا ممكن انا
علمت الطفل يسمي هاي الكلمات معي بالجلسه ممكن ما يسميها بالبيت، فانا لازم اعمم المهارات باي مكان انت بدك تتجاوب. اما طفل التاخر اللغوي بمجرد ما انت تعطيه اللغه خلص هو بيتعلمها بيعممها لوحده، بيتطور بشكل سريع، بتحطيه مع مجموعه اولاد بيتطور منهم بياخذ منهم. فهذا الفرق بين اضطراب التواصل الاجتماعي، اضطراب طيف التوحد والتاخر اللغوي. لازم قطعا دائما لما يكون عندكم مشكله مع اطفالكم تشوفوا اخصائي نطق، تفحصوا السمع عند الطفل. اخصائي النطق والسمع هذا شيء اساسي، هو حيساعدكم بانكم انتم تعرفوا تشخيص طفلكم، وتشوفوا طبيب اعصاب اطفال، وتشوفوا اخصائي نفسي. هي المجموعه بحد ذاتها هي حتعطيكم تشخيص كتير دقيق. بس انتم كمان اذا الطفل متاكدين انه هو بيسمع وما عنده مشاكل بالنطق، لا تستنوا التشخيص لحتى تتدخلوا معه. دائما نحن كاخصائيين سلوك بنقول انه تدخلوا مع الطفل من بدايه ظهور الاعراض. يعني انا مثلا اجاني الطفل ما بيعرف ياكل لوحده، ما بيعرف يعمل حمام، عنده مشكله بالجلوس، بالتقليد، بالسلوك، انا بشتغل معه. انا ما بستنى ل5 سنين او 4 سنين يجيني تشخيص لحتى اشتغل معه. هذا الشيء كتير خطا، حيصعب عليكم اكثر الشغل مع الاطفال، حيصعب عليكم اكثر تطور الاطفال.